عربية وساعتين رولكس وفلوس حفلات 4 سنين. شيرين عبد الوهاب بتطلب وساطة شاعر غنائي عشان يتوسط لها عند حسام حبيب عشان يرجع لها الحاجات دي، غير انها حولت 200 ألف دولار على حساب حسام حبيب، يعني حولت له بالمصري 10 مليون جنيه والتحويل للزوج. اخو شيرين عبد الوهاب بقى محمد عبد الوهاب طلع عشان يعلق على الموضوع ده، فقال ربنا ياخدنا عشان نرتاح من القرف ده. الناس قرفت منكم، انتوا اقذر قصه عرفتها البشريه، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم انتوا الاتنين. من رايك انت ايه السبب اللي يخلي شيرين عبد الوهاب تحول 10 مليون جنيه لحسام حبيب وبعد كده تطلع وتقول ان هو خد منها عربيه وساعتين رولكس وفلوس حفلات لمده 4 سنين، وطالعه برضو تقول ان هي عايزه حمايه الدوله وان هو بيستغلها وبيبتزها وبترجع له كل مره بالتهديد؟ طيب لو كل ده تهديدات، ليه حولت له برضه 200 ألف دولار أول امبارح والنهارده جاي تستغيث وتقول إن هو سرق فلوس الحفلات وفلوس شغلها وتعبها؟ لو حد يعرف يا ريت يقول لي في الكومنتات تحت.